السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في 19 مايو سنة 1881 اتولد بطل حلقتنا النهاردة في مدينة سالونيك اليونانية اللي كانت واقعة تحت الحكم العثماني في الوقت ده. كان أبوه علي رضا أفندي موظف في إدارة الجمارك وتاجر أخشاب. اتجوز علي رضا أفندي من السيدة زبيدة وهي ابنة لعائلة ريفية سنة 1871. كان بطل حلقتنا ليه 5 أشقاء: فاطمة وعمر وأحمد ونجية ومقبولة، واللي توفوا كلهم في سن صغيرة ما عدا مقبولة. هنتكلم عن مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، واللي هيكون موضوع فيديو النهاردة. التحق مصطفى بمدرسة شمس أفندي بناء على رغبة والده، واللي كانت مدرسة حديثة ذات توجهات مختلفة عن مدرسة حافظ محمد أفندي المحافظة، واللي كانت والدته السيدة زبيدة عايزاه يلتحق بيها. وفي سنة 1888 توفى والده علي رضا أفندي، وانقطع مصطفى كمال عن دراسته وقعد جنب أخوه حسين الأخ غير الشقيق من أمه، واشتغل بالزراعة في مزرعة ربلة. ثم قررت والدته العودة مرة أخرى إلى سالونيك علشان مصطفى يكمل دراسته. استمر مصطفى كمال في الانتقال ما بين مراحل التعليم المختلفة، ابتداء من مدرسة الرشدية المدنية بسالونيك وبعدين مدرسة الرشدية العسكرية. وفي المدرسة دي أطلق عليه لأول مرة لقب كمال من مدرس الرياضيات مصطفى صبري بيه، وده يعني بيدل على النضج والكمال والتفوق الدراسي. أنهى أتاتورك دراسته في المدرسة الحربية وتخرج منها سنة 1905، ومن التاريخ ده تبدأ مسيرته العسكرية. وفي سنة 1906 يتم إرسال مصطفى كمال إلى دمشق العاصمة السورية للتدريب في صفوف المدفعية وسلاح الفرسان، وانضم إلى جمعية الوطن والحرية ثم إلى جمعية الاتحاد والترقي، واللي كانت جمعيات سرية بين الضباط المعارضة للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني. في نهاية سنة 1908 يتم إرسال مصطفى كمال إلى ليبيا، واللي كانت واقعة تحت الحكم العثماني، واستمر فيها كقائد للحامية العسكرية في بنغازي حتى بداية الحرب العثمانية الإيطالية. بدأ هجوم الإيطاليين على طرابلس في 29 سبتمبر سنة 1911، وكان المقدم مصطفى كمال أتاتورك من المشاركين في الدفاع عن سيادة الدولة العثمانية في ليبيا. وفي سنة 1912 يتم توقيع معاهدة أوشي ويتنازل السلطان العثماني عن ليبيا للإيطاليين. ومع انشغال الدولة العثمانية بحربها ضد الإيطاليين في ليبيا تبدأ حرب البلقان في أكتوبر سنة 1912، ويطير مصطفى كمال ويتم تعيينه مدير للفرقة البحرية بمضيق البحر الأبيض بمركز بولاير في شبه جزيرة جاليبولي، واللي شهدت هزيمة الجيش العثماني على يد الجيش البلغاري. تحس كده في الفترة دي إن كل العالم والظروف كانت متواطئة ضد الدولة العثمانية: حركات انفصالية وحرب إيطاليا في ليبيا وحرب البلقان في أوروبا، وأخيرا تقوم الحرب العالمية الأولى في يوليو سنة 1914. الفترة دي تحديدا شهدت لغط وأحداث كتيرة ما بين تكالب الدول الأوروبية على الدولة العثمانية والنهش في جسدها اللي هو مريض أصلا، وده أثناء الحرب العالمية الأولى، وما بين الأحداث السياسية الداخلية في الدولة وانشغال مصطفى كمال أتاتورك بيها، ثم توليه قيادة الجيش ثم تنازله عنه. هنا بقى هتلاقي أحداث كتير متشابكة ممكن تفهم منها إن في عز الحرب وتكالب الدول الأوروبية على الدولة العثمانية انشغل مصطفى كمال أتاتورك بما بعد الحرب وقيام دولة تركيا الحديثة. وربما تفهم كمان إن مصطفى كمال حاول يحافظ على البقية المتبقية من الدولة العثمانية والعمل على عدم ضياعها واحتلالها من الدول الأوروبية، وربما يكون سبب في وجود دولة تركيا الحديثة بعد انتهاء الحرب. عموما أنا حاسب لك رابط أسفل الفيديو ممكن ترجع له يوضح لك الصورة بشكل أوسع. في الفترة من 1919 إلى أكتوبر 1923 قامت حرب الاستقلال التركية ما بين القوميين الأتراك بقيادة مصطفى كمال أتاتورك من ناحية وقوى الحلفاء من ناحية تانية، ده إلى جانب رغبته في محاربة الوحدات الموالية للسلطان العثماني والإطاحة بحكمه. الحرب دي انتهت بخروج الحلفاء من الأناضول
وتوقيع معاهدة لوزان في يوليو سنة 1923 وقيام جمهورية تركيا في 29 أكتوبر سنة 1923 وإلغاء الخلافة العثمانية نهائياً في مارس سنة 1924 وإقصاء السلطان العثماني وحيد الدين محمد السادس عن العرش. في الفترة من 1920 إلى 1923 كان مصطفى كمال أتاتورك بيشغل منصب رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة ورئيس حزب الشعب الجمهوري. وفي أكتوبر سنة 1923 يتم انتخاب أتاتورك كأول رئيس لدولة تركيا ويتم كتابة دستور 1924 واللي استطاع مصطفى من خلاله البقاء في رئاسة تركيا من سنة 1923 وحتى وفاته في سنة 1938. فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك شهدت العديد من الأحداث والتغيرات على الساحة التركية واللي كان ليها أشد الأثر في شكل تركيا الحديثة. فتم إلغاء الخلافة العثمانية ونفي الأسرة الحاكمة خارج تركيا. تم السيطرة على كل المدارس وأصبحت تحت سيطرة الحكومة. تم إلغاء الشريعة وحظر تعدد الزوجات وإلغاء المدارس الدينية. قام مصطفى كمال بتبني التقويم الميلادي وبدء حملة ضد النساء المحجبات وضد اللغة العربية وحلت محلها اللغة اللاتينية ثم اللغة التركية. وقام بإصلاحات واسعة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب تغيير الثقافة إلى ثقافة قومية تركية. في سنة 1927 قام بتعديل الدستور وحذف النصوص الدينية اللي تنص على إن الإسلام هو دين الدولة. استمر مصطفى كمال أتاتورك متمسك باتفاقية لوزان اللي وقعها سنة 1923 باعتبارها عنصر مهم من المميزات الاقتصادية للدولة التركية الحديثة وكمان المميزات السياسية لحدود دولة تركيا. كما كانت سياساته الخارجية تحمل الصفة القومية وحب السلام. على صعيد حياة أتاتورك الشخصية فهو تزوج من لطيفة هانم ابنة السيد أوشاكي أحد أثرياء أزمير في سنة 1923 واستمر الزواج لمدة سنتين حتى 1925. لم ينجب مصطفى كمال أطفال ولكنه قام بتبني عدد من الأبناء طوال حياته. بالنسبة لديانة أتاتورك ففي جدل كبير حول الموضوع ده. أكد عدد من الباحثين أن خطاباته الشخصية بتؤكد أنه مسلم وكان وصف أن الإسلام دين عظيم وأن القرآن عظيم الشأن. لكن في آراء تانية ومصادر بتقول إن أتاتورك كان ملحد وكان معادي لجميع الأديان. عموما الموضوع ده قتل بحثا قبل كده وأكيد أنت عارف مصطفى كمال أتاتورك كان إيه توجهه وإنه كان علماني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في سنة 1937 بدأت الحالة الصحية لمصطفى تتدهور واكتشف إنه بيعاني من مرض تشمع الكبد. وفي اسطنبول بقصر دولما باجا وفي تمام الساعة 9:05 من صباح يوم الأربع 10 نوفمبر سنة 1938 يتوفى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس دولة تركيا الحديثة وتشيع جنازته في موكب مهيب ويدفن في مقبرة بمتحف انتوغرافيا في أنقرة. وبعد 15 سنة في نوفمبر سنة 1953 يتم نقل الجثمان ليدفن في مقبرة النصب التذكاري الخالد أنيت كبير. مصطفى كمال أتاتورك شخصية تاريخية كبيرة ومؤثرة وحواليه علامات استفهام كتير ولكن الثابت تاريخيا إنه هو مؤسس دولة تركيا الحديثة وهو اللي حافظ عليها من الضياع أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى. بيحبوا الشعب التركي وبيقف في ذكرى وفاته كل سنة يوم 10 نوفمبر الساعة 9:05 صباحا دقيقة أحداث تخليدا لذكراه. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.